كلنا أكيد بنتضايق من ريحة العرق وخاصة في فصل الصيف. وفي ناس بيبقى عندهم إفراز العرق بكمية كبيرة، واحنا عارفين إن العرق ده بيكون ناتج من الأكل اللي احنا بناكله. يعني لو أكلنا توم بيطلع ريحة العرق فيها توم، شربنا حلبة بتطلع مع العرق. فازاي نتخلص من العرق بمواد طبيعية موجودة في كل بيت، وفي نفس الوقت مش هتأثر علينا ومش هتعمل على التهاب الجلد؟ اول مكون عندي هما 3 مكونات سهلين جدا. اول مكون عندي بيكربونات الصوديوم، اللي هي كفيلة بانها تزيل السداد اللي بيكون في منطقة الابط، وفي نفس الوقت بتعقم وبتعمل على التبييض. كمان تاني حاجة عندي النشا، وهي بتعمل على التنعيم والتبييض. زيت جوز الهند بيقضي على اي بكتيريا او فطريات موجودة تحت الابط، وفي نفس الوقت بيدي ريحة حلوة. كل اللي هنعمله ان احنا نجيب برطمان، هنضع فيه معلقتين من النشا، معلقة من بيكربونات الصوديوم اللي بنستخدمها في الطعمية، ومعلقة كبيرة من زيت جوز الهند. بقلب كل المكونات مع بعض، وده زيت جوز هند خام وعشان كده هو متكتل. لو لقيته متكتل بالمنظر ده ومش راضي يتقلب معايا، ممكن ان انا اعمل له عملية انصهار في حمام مية، يعني احطه في برطمان جوه مية سخنة بيبدأ يسيل. بعد كده بضيف له البيكربونات واضيف له نشا. بعد كده بحطه في زجاجة معقمة، احطه في التلاجة يجمد، واخد طبقة منه، اما اخده في صورة سايلة يعني يكون سائل مش متجمد، او اخده في صورة متجمدة وبدهنه تحت الابط. بس في ملاحظة قبل ما بضع الكريم، ان انا بغسل كويس جدا تحت الابط بالمية والصابون، ويكون صابون بدون اي كيماويات عشان ما يسمرش منطقة تحت الابط. وبعد كده ببدأ انشف بفوطة من القطن كويس جدا، وبعد كده ببدأ ادلك بنص ليمونة في الابطين عشان خاطر تخلصنا من الاسوداد، وفي نفس الوقت بتخلصنا من اي نوع من البكتيريا موجودة تحت الابط. بعد كده بدهن بطبقة رقيقة جدا من الكريم صباحا وقبل النوم. ده كفيل على انه يزيل اي رائحة عرق خلال اليوم، وفي نفس الوقت بيمنع من الاسوداد اللي بيكون تحت منطقة الابط. جربوها وان شاء الله تنال اعجابكم. واتمنى فيديو النهاردة يكون عجبكم ونال رضاكم، واشوفكم الفيديو الجاي على خير باذن الله.